ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حلقة جديدة النهاردة هنتكلم طبعا عن الأولمبيات ومنتخب مصر الأولمبي في ماتشه مع الدومينيكان. كانت مباراة طبعا أكيد يعني اللي شافها يعني أحب أقول لك معلش إن أنت شفتها، ولو ما كنتش شفت الماتش فأنت محظوظ بصراحة، لأنه ماتش وحش جدا جدا جدا. أداء سيء جدا من لعيب المنتخب المصري. يمكن بنشكر النني وزيزو، ولكن بنعتب عليهم وهنعرف ليه خلال الحلقة. طبعا مواضيع كتير هنتكلم عليها خلال الحلقة ان شاء الله. شارة الكابتن والحوار بتاعها. طبعا مصر يعني بتشارك للمرة ال13، والدومينيكان دي بتشارك لأول مرة في البطولة. يعني وعايز اقول لك ان احنا كأننا احنا اللي اول مرة نشارك في البطولة، وكأننا اول مرة نلعب كورة، وكأننا اول مرة نشوف الاجواء دي، وكأننا اول مرة يعني هنلعب ضد فرق من بره، وكأننا اول مرة بنفهم الكورة دي بتتلعب ازاي. حاجات كتيرة كتير هنتكلم فيها خلال الحلقة ان شاء الله. فلو مهتم يخش اتفرج عليها، لان ان شاء الله هنتكلم عن حاجات مش بس تخص المنتخب الاولمبي، لا كمان تخص الكرة المصرية عموما والكرة في مصر عموما. فتعالوا يلا بينا نخش على الحلقة ونتكلم براحتنا شوية. طبعا يا جماعه يعني زي ما ايه، يعني حابب ان انتوا تتعودوا معايا كده ان شاء الله في القناه، ان دايما لما هاجي اتكلم عن حاجه تخص الكره المصريه او يعني الكره في مصر بشكل عمومي، سواء كان منتخب او انديه او حاجه، دايما هناخدها على سبيل الدردشه. هندردش مع بعض اكتر ما احنا هنحلل الماتش ونتكلم في تحليل الماتش. ليه؟ لان دايما بنوصل لمرحله اليأس في الكره المصريه. يعني حابب ان انا ابدا الكلام واقول لك ان احنا عندنا مشكله كبيره في مصر، عندنا مشكلة كبيرة في المنتخب، عندنا مشكلة كبيرة في الكرة في مصر. اكيد انت عارف ده كويس، ولكن احنا عندنا بقى مشكلة اكبر لو ما تداركناهاش في الوقت القريب هتبقى كارثة. كمان مثلا 5 6 سنين بالكتير قوي 10 سنين كمان هتبقى كارثة حرفيا. وهي ان احنا يعني يمكن كروش بقى هو اللي قال الموضوع ده، والراجل كان عنده حق. احنا ما عندناش اساسيات الكورة يا جماعة، عندنا مشكلة كبيرة. احنا عندنا مشكلة في الخروج بالكورة اصلا. يعني احنا مش عارفين نخرج بالكورة من اي حتة في الملعب. يعني ولا عارف ان انت تأسس ورا عشان تخرج بالكورة من مثلا من خط الدفاع تسلم نص الملعب ونص الملعب يسلم الهجوم، ولا انت عارف حتى ان عندكش لعيب في نص الملعب اللعيب المميز. ما عندكش كده مثلا محمد شوقي اللي بياخد الكرة ويهدى ويباظي ويشوف الملعب. ما عندكش ابو تريكة اللمسة السحرية المرقصة واللمة والباص والسرور المعقول والكرة اللي خارجة كده بمعلمة. ما عندكش احمد حسن اللاعب المقاتل الشرس اللي مفيش كرة ما بيروحش عليها، ما بيموتش نفسه عليها. ما عندكش حسام غالي اللعيب الراكز العاقل اللي بيباصي بمزاج كده ويخرج الكرة من رجله بمزاج. ما عندكش. ولو قعدنا نقول ما عندكش مش هنخلص، مش هنبطل كلام ونقول ما عندكش. عندك النهارده يعني لو جينا نتكلم مثلا عندك خط دفاع، يعني مع احترامي طبعا للناس بقى والقنوات والكلام الكبير ده، وقال لك ميكيلي مدرب المنتخب الاولمبي عامل منتخب من نار، والراجل عامل شغل عالي، والراجل بيأسس من تحت، والراجل عامل طفرة في الاولمبي في المنتخب الاولمبي ومع المنتخب الاولمبي. انا ما شفتش. لو انت شفت قول لي، لو انت حسيت باي حاجة من الحاجات دي قول لي، عرفني، وريني هي فين عشان انا ما شفتهاش. انت في ماتش بتلاعب منتخب اسمه الدومينيكان مش موجودة على خريطة الكورة اصلا، ولا كبار بقى ولا صغيرين ولا اي حاجة. العيال بيلعبوا كورة، عارفين يلعبوا كورة. وهتيجي تقولي ليه؟ اقول لك كلهم بيلعبوا في اسبانيا تقريبا. العيال بتلعب الكرة اسبانية كده ومستحوذين على الكرة وبيطلعوا الكرة بمعلمة وهالرايق والباصة والتكة وهادين كده ومفيش مشكلة عندهم خالص. وخط الدفاع بتاعهم يعني على الرغم ان هو تعبان وحارس مرمى بتاعهم تعبان. يمكن الحارس المصري النهاردة حمزة علاء، انا حابب اشكر الراجل ده واقول له يعني يمكن انت الحسنة الوحيدة في المنتخب الاولمبي ده. الراجل كويس، مالي مركزه كده، شال كام كورة. فيعني يمكن الحاجة الكويسة اللي موجودة في المنتخب. ولكن لا يا جماعة، خط الدفاع العيال مش عارفة اصلا تلعب، مش عارفين يقفوا مظبوط. انت فاهم يعني ايه 2 مدافعين مش عارفين يقفوا مع بعض؟ ما تقوليش بقى اصل ده صغيرين ولا صغيرين. انت بتلعب في منتخب مصر الاولمبي،
ومفروض ان انت احنا يا جماعه انتوا بتتكلموا في ايه وبنقول ايه وبنتكلم في إيه؟ يا نهار ابيض، انت عندك منتخب اسبانيا مثلا في كوبارسي بيلعب في برشلونه الفريق الاول. فاللي هو يعني ما فيش حاجه اسمها صغير بقى وكبير. ادينا شايفين لامين يامال هتقول لي طبعا دي حاجات بتبقى طفره ومش عارف ايه، ماشي اوكي، دي طفره ان هو يلعب مع المنتخب الاول ويتالق ويعمل. انما لو بيلعب مع المنتخب الاولمبي الطبيعي انه يتالق، والطبيعي ان هو يلعب كويس، والطبيعي جدا ان هو يكون يعني فاهم كوره. انما احنا بقول لك احنا عندنا مشكله كبيره مع اللعيبه نفسها مش عارفه اساسيات الكوره، مش عارفين يخرجوا بالكوره. دي مشكلة في مصر عموما، كبار وصغيرين. انت ما عندكش حتى في المنتخب الاول الا ما رحم ربي امام عاشور وزيزو. وانت عندك زيزو هنتكلم عليه طبعا النهارده، طبعا الراجل موجود مع المنتخب الاولمبي، وزي ما قلت لك في اول حلقه احنا بنشكره هو والنني. ولكن عندي عتاب، هقول لك العتاب دلوقتي وهقول لك ليه بنشكرهم. يمكن احسن لاعب في المنتخب الاولمبي محمد النني. انت معايا؟ احسن لاعب في المنتخب الاولمبي محمد النني، اكبر واحد في الملعب. اللي هو يعني مفيش، هتقولي ما هو ده اللاعب الكبير، امال احنا واخدينه ليه؟ ما عشان يبقى هو اللي ايوه ماشي، يبقى المفروض بقى ده بيمشي الفرقه، ومعاه بقى 2 3 ناشئين كده بقى مالين عينيك. فلان ده انا مش فاكر ولا اسم لعيب من اللعيبه اللي لعبت النهارده. يعني لولا ان انا عارف اساميهم من قبل الماتش قسما بالله ما هعرف افتكر ولا مين ومين اللي لعب مكان مين ومين اللي عمل ايه ولا بتاع. عندك الراجل عمر فايد رقم 2 ده، يعني مع احترامي طبعا ليه، ومع احترامي والله مش تقليلا من الراجل ليه كل الاحترام ونشجعه ونقف جنبه، بس الراجل ضعيف 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 جدا. مش لاعب منتخب خالص، لاعب منتخب مصر مش ده اللعيبه اللي تلعب منتخب مصر، لا خالص يعني. فيا جماعه لا، احنا بنهرج في تهريج كبير في مصر، وفي تهريج في الكرة المصرية وميكيلي اللي قعدوا يقولوا زي ما بقول لك الراجل عامل طفرة فين الطفرة يا عم؟ انا ولا شايف طفرة، ولا شايف اداء، ولا شايف كورة، ولا شايف لمسة، ولا شايف فكرة، ولا شايف لعبة. مش شايف اي حاجة بصراحة، مش شايف اي حاجة خالص. يعني مفيش لعبة. يمكن زيزو، ومش عارف يعني زيزو في الدقيقة 70 كده الراجل بقى لما زهق وطهق ابتدى ان هو بقى ياخد حريته، قال لك بلا ناحيه اليمين بلا بتاع بلا كلام فاضي، نزل بقى في نص الملعب ابتدى يحرك الدنيا شويه، ولكن برضو الكوره ما بتوصلوش كتير. وزي ما قلت لك تاني، بنشكر زيزو طبعا على ادائه، وبنشكر نادي الزمالك ان هو ساب زيزو ان هو يروح مع المنتخب. ونفس الكلام للنني، الراجل في السن ده وبيأدي اداء كبير. شفنا راجل بيقاتل يمكن اخر ثانيه وبيلعب. يمكن شفنا الكرة اللي في اخر الماتش كده الراجل جرى وضغط وكرة خلاص يعني مفقود فيها الامل وعملها وحلو ورجعها. رجع عمر فايد مش عارف عمل ايه بصراحه، ما عملش حاجه تقريبا الراجل ده يعني، ولا في الدفاع عامل حاجه. وجاله بتاع كورتين، جاله برضو كرة في الشوط الاولاني ما اعرف الراجل مش عارف يوقف الكرة ويشوطها. يا جماعه يعني ما في يعني كفايه استفزاز، كفايه استفزاز. احنا بجد تعبنا جدا، تعبنا جدا في الكرة المصرية، في الدوري وفي المنتخب الاول، وادي كمان المنتخب الاولمبي يعني بيكمل علينا بصراحة. يمكن ده انت عندك منتخب الدومينيكان ده في كورة، العيال بتمسك كورة بتلعب. منتخب ضعيف ضعيف. انت لعبت 10 دقايق عليه في الشوط الاولاني، اخر 10 دقايق يعني بان قد ايه انت بتلعب منتخب ضعيف. المفروض بقى تنزل الشوط التاني ده تاكله. مفيش، احنا نزلنا لعبنا اول 5 دقايق في الشوط التاني، وبعد كده هم برضو فرطوا سيطرتهم ولعبوا لعبهم ومسكوا الكرة علينا وضغطوا علينا وحطونا في موقف وحش، وكانوا ممكن يجيبوا جون وجونين كمان. وتألق برضو الحارس زي ما قلت لك حمزة. فيعني لا 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 لا، في كلام كتير، في كلام كتير، وفي مصايب يا جماعة بصراحة، في مصايب. النني زي ما بقول لك بنشكره طبعا على ادائه وعلى وجوده مع المنتخب الاولمبي، ولكن هرجع واقول لك بقى العتاب يعني في الحالات اللي زي دي. انت الكابتن، انت لا انا شايف مع احترامي بقى لاي حد لا كان لازم تزعق في اللعيبه دي يا عم. زعق لهم كده واديهم كلمتين في عظامهم كده، فوقهم وعرفهم ان هم بيلعبوا بتيشيرت منتخب مصر. لازم يبقى في قوه كده وحماسه لا لا لا. هو ده عتابي على زيزو وعلى النني. لا انت مش رايح ضيف يا عم، ومش عايز تكلم الناس عشان مثلا ما تضايقش حد عشان انت راجل ضيف. لا انت مش ضيف، انت كابتن فرقه، انت لازم تبقى كابتن الفرقه. لا لازم كان بصراحه ما زعلوش مني يعني يا جماعه، لا كان لازم يبقى في زعيق كده للعيبه دي
مش زي يعني ونقول الكلام ملوش لازمه، لا زعيق اللي هو تحفيزي. حسام غالي ما كنا بنشوفه بيزعل اللعيبه بتاعت الاهلي واللعيبه الصغيره اللي لسه طالعه، ما كانش بيزعق يعني اللي هو بيقل ادبه مثلا عليهم، لا خالص. الراجل بيزعله عشان يديله كده الحميه كده ويعرفوا انت بتلعب بتيشيرت ايه، انت بتلعب بتيشيرت منتخب مصر. المفروض تبقى فاهم كويس قوي انت بتلعب بانه تيشيرت وبتلعب لانه منتخب، ولازم تبقى عندك كده الحمية على بلدك وعلى التيشيرت اللي انت لابسه. فيعني حاجة مستفزة بصراحة جدا. كنت شايف ان لازم زيزو والنني كده لازم يعنفوا اللعيبة دي، ولازم يعنفوا الشباب ده اللي بيلعب ولا كأنه بيلعب ماتش في اولمبيات، ولا كأن بتلعب في اسهل فرقة. امال هنعمل ايه قدام اوزبكستان واسبانيا؟ ده اوزبكستان دي على فكرة فرقة قوية جدا، وشفناها يمكن خسرت 2-1 من اسبانيا وعملوا ماتش قدامهم كويس. فاللي هو يعني انت بتتكلم في هتعمل ايه قدام اسبانيا بالمنظر ده؟ انت ممكن تخسر من اسبانيا 3-4 بقى او 5 ونشوف سكور ويبقى شكلنا يعني وحش جدا. ده غير ان انت يعني كده يعني بتعادلك النهارده يعني. يعني مش عايز ازعل الناس، ولكن انت بنسبة 50-60% بره البطولة خلاص. لان انت الماتش الجاي لو اتعادلت مع اوزبكستان يبقى يعني كويس. ف يعني مش عارف بصراحة يا جماعة. طبعا اداء سيء جدا من منتخب الاولمبي، واداء سيء جدا من المدرب اللي اتاخر قوي 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 في التبديلات. ولكن حتى التبديلات لما نزلت انا ما شفتش مثلا اللعيب نزل من على الدكة عمل فارق. هو نفس الريتم، هو نفس الاداء، هو نفس كل حاجة. يمكن زي ما بقول لك زيزو لما اتحرك اخر ربع ساعة ولا اخر 20 دقيقة في نص الملعب كده ادى يعني حركة كده. راجل ابراهيم عادل اللي من نادي بيراميدز، يعني مش عارف اقول له ايه بصراحة. مش عارف. المفروض انت لاعب بقى بتلعب في نادي بيراميدز ولاعب اساسي في نادي بيراميدز وعامل موسم كويس، فما شفناش منه برضو حاجة. شفناه بس بيضيع كرة منتهى السهولة ومنتهى الطيشان كده، كرة بيضيعها. يعني ما شفناش برضو ان الراجل يعني عمل حاجة في الماتش. يمكن انني بقول لك وزيزو هم افضل 2 لعيبة في المنتخب الاولمبي، اللي هم اللعيبه الكبيره اللي جايه عشان تسند الفرقه، انت فاهم؟ جايين عشان يسندوا الفرقه، مش عشان يبقوا هم اللي ظاهرين هم اللي واضحين قوي كده. يعني طبيعي ان هم يبقوا ظاهرين واضحين، بس مش قوي كده، مش قوي كده. يعني المفروض بقى اللعيبه الناشئين دي تلعب وتتحرك وبتاخد فرصتها. وجنبي مثلا اللعيب من اللعيبه الكبار عايز اوري له نفسي، عايز اثبت نفسي قدامه، عايز اثبت نفسي قدام الفرقه الكبيره عشان يشوفوني. الانديه اللي انا رايح في مصر او بره مصر تشوفني بتاع. مفيش. انا مش شايف ده خالص، مش موجود. فيعني حاجه بصراحه صعبه جدا. اخر بقى حاجه حابب اتكلم عليها طبعا هي حضور اللعيبه الكبيره. انا يعني لحد دلوقتي مش عارف ليه مثلا ما يعني مش هقول لك يا عم امام عاشور مثلا من الاهلي، لان عارف ان الاهلي بيلعب وكان بينافس على الدوري في الفتره دي وبتاع. فامام عاشور كان صعب. لكن قفشه مثلا، ليه ما شفتش قفشه في المنتخب مثلا؟ ليه ما نسيبش قفشه كده؟ النادي الاهلي ليه ما يسيبش قفشه يلعب مع المنتخب الاولمبي؟ كان هيبقى فارق معاهم جدا. عندك كمان كان مدافع، كان ممكن تسيب ياسر ابراهيم مثلا للمنتخب الاولمبي، كان ممكن تسيب رامي ربيعه. يعني كان ممكن تسيب واحد. انت عندك خط دفاع كويس، وعندك خط دفاع يتحمل الفتره اللي المنتخب الاولمبي يلعب فيها. فليه ما سيبناش لعيب ولا لاعبين من اللعيبه دي تروح المنتخب الاولمبي؟ مش عارف بصراحه. نفس الكلام عن نادي بيراميدز، كان فيه كام لاعب برضو كان يقدر ان هو يروح ويشارك مع المنتخب. وكان نفسي بصراحة رمضان صبحي يكون موجود، ولكن بسبب الحوارات بقى اللي اتكلمنا عليها طبعا في حلقة الاهلي وبيراميدز، لو ما شفتش الحلقة روح اتفرج عليها. يعني التفاهة والعبط. كان نفسي يبقى رمضان موجود، كان هيبقى فارق مع المنتخب الاولمبي قوي. كان نفسي اشوف طبعا يعني محمد صلاح، ولكن ما اعرفش برضو ليه ما راحش. يعني مع احترامي لاي حد، انا عارف انه براحته، وعارف ان النادي ممكن يقبل ويرفض، وعارف الكلام ده كله. ولكن انت لعيب كبير يعني، لعيب كبير. فكان لو انت عايز كنت هتروح. ده يعني خلاصة الكلام. عشان حتة محمد صلاح دي بصراحة ما بحبش اتكلم فيها كتير وما بحبش اطول فيها. فلو انت كنت عايز تروح كنت هتروح. نفس الكلام مصطفى محمد. ليه ما شفناش مصطفى محمد في المنتخب الاولمبي؟ والنهارده شايفينه في الاستاد موجود وبتاع. يعني ما عندكش مثلا مطوشة تحضيرية قوية ولا بتاع؟ كان ممكن تشارك برضو، كان ممكن تتكلم مع النادي بتاعك. وخاصة ان هم في باريس، وفي باريس نفسهم اصلا مش معترضين خالص على اي لعيب ان هو يروح للاولمبيات يعني. كنا شايفين باريس لو امبابي كان كمل في باريس ما كانش عندهم خالص اي مشكله باريس سان جيرمان ان امبابي يروح الاولمبياد، لولا انه راح ريال مدريد. وطبعا رفض ريال مدريد تماما ان اي لاعب عموما يروح للاولمبياد.
ما كنا شفنا مبابي موجود مع منتخب الفرنسي الاولمبي. فمش عارف، ويعني اعذروني لو كنت انفعلت شويه في الحلقه، ولكن بصراحه مشكله كبيره في مصر. احنا في مشكله كبيره يا جماعه. احنا عندنا لعيبه مش عارفه تخرج بالكوره، مش عارفه تخرج بالكوره، مش عارفين يبازوا 3-4 باظات لبعض، مش عارفين يعملوا 3-4 لمسات، ما فيش جمله تكتيكيه واحده توحد اللي يعني مش عارف اقول حتى يعني. ولعبنا مثلا الكوره مثلا من العالمين، بنلعب على العرضيات، بنلعب على يمكن مثلا العرضيات لعبنا كام عرضيه من زيزو كلهم ركنيات، وزيزو عمل كام واحده عرضيه حلوه، ولكن ما كانش اسلوب لعب. ده كان يعني ايه، جهد شخصي من لاعب او مجهود شخصي من لاعب، مش فكره، مش هو دي الفكره اللي احنا بنلعب بيها. مش بنلعب مثلا بنحضر ورا وبنطلع لقدام وبنلعب اللمسه، مش بنلعب على المرتده، مش بنلعب على الاستحواذ، مش بنلعب اي حاجه خالص. احنا مش بنلعب اي حاجه خالص، مش بنلعب نسيب الكوره للخصم ونلعب على المرتده مثلا، لا مفيش، ما شفناش، ما بنلعبش. طب احنا اللي مستحوذين على الكوره والكوره معانا ونشوف هنعمل بيها ايه، مفيش. احنا اصلا مش عارفين نمسك الكوره، ومش عارفين اصلا نباصي باصتين 3 على بعض. فشيء عبثي وشيء صعب جدا. ويعني الواحد اتفرج على الماتش كان نفسه يشوف حاجة حلوة، كان نفسي اطلع اتكلم بصراحة بإيجابية واقول شفنا النهاردة المنتخب الأولمبي عامل أداء كبير، واللعيب الفلاني كان متألق النهاردة، واللعيب الفلاني ده كان متألق النهاردة، واللعيب ده مثلا ليه قاعد على الدكة في الأهلي مثلا وهو ناشئ وممكن ياخد فرصة، ليه ما اديلهوش الفرصة. كان نفسي اقول كده، ولكن بصراحة ولا واحد فيهم يستحق الفرصة بصراحة. ميكيلي بقى المدرب اللي عامل ومسوي ومخلي وعامل في الناشئين وشايف وجايب ومش عارف ايه، ولا شفنا ميكيلي جايب ولا شايف، ولا اصلا ميكيلي لابس النضاره معمي، مش شايفنا احنا اصلا شخصيا. فاللي هو يعني حاجه عبثيه جدا، وده المعتاد في الكره المصريه، العبث بس. وانا اسف على التطويل، ولكن بصراحه الواحد كان عنده كلمتين عايز يقولهم عن الكره المصريه عموما بقى، زي ما قلت لكم في اول الحلقه. اتعودوا معايا في حلقات الكره المصريه عموما انها تبقى دردشه اكتر من هي كوره، وهنتكلم في الكوره. موضوع برضو شارة الكابتنة يا جماعه، عشان بس نختصر الكلام يعني بمقالها دل. طبعا كنا شايفين الصوره واضحه ان النني لابس شاره وعليه الكابتن، واللاعب رقم 5 حسام عبد المجيد لاعب طبعا نادي الزمالك كان برضو لابس حاجة زي شارة الكابتن. ولكن يا جماعة ولا هو الراجل عشان عارف ان بعد يحصل ازاي يلبس شارة الكابتنة ومين هو الكابتن ومش عارف، ولا ليها اي علاقة بشارة الكابتنة خالص. ده الراجل حاطط اللزقة اللي هي الزرقاء اللي بيحطوها على جسمهم دي، فهي نازلة بس من تحت التيشيرت، فدي شارة الكابتنة وباين على اساس ان هي شارة الكابتنة. راجل ولا لابس شارة الكابتنة ولا حاجة، محمد النني هو كابتن الفرقة. يعني مش عارف حتى اقول هارد لك التعادل النهارده. يمكن علي محمد علي في اخر الماتش قال لك مش عايز اقول اداء مخيب، عايز اقول كان في الامكان افضل مما كان. لا انا عايز اقول لك يا استاذ مع علي انه اداء مخيب جدا جدا جدا، ويعني خساره فيهم الجمهور حتى اللي كان موجود في الملعب. بصراحه بقى معلش سامحوني، انا عارف تقلت في الكلام النهارده، ولكن دي حقيقه. بشكركم واسف مرة تانية على الاطالة، وسلام.